أنا كأنه بورقيبة حي بالنسبة لي أنا. وعهد بورقيبة أزين عهد ما نجمش نوصف له. كان الفرحة متاعي تو الوقت هوني خلينا التعليم، عندنا الحرية التامة، عندنا ما نجمش نعبر لك. أنا الفرحة متاعي كي ناقف هوني ورا الجمهور هذا الكل قدامي. كأني وقت بورقيبة هبطت واحد جوان، وقت هبطت في تونس في باب سويقة وأنا واقفة تلميذة وقتها. ما نجمش نعبر لك. حاجة من الداخل متاعي حيرتني هذه وباش تفكري تعرف يعني شو احكي لك على القهر اللي تعدى فهمتي وعلى الظلم، والواحد مسكر بهمه ما نجمش يتكلم حتى كلمه. وتوا ربي رزقنا بالحكومه الجديده هذه، وان شاء الله يوافقوا وان شاء الله يمشي على احسن ما يرام كل شيء. لقاء الوفاء اللي انتظم في المونستير واللي شهد حضور كبير كان فرصة أيضا باش يتقابلوا عدد من الوجوه الرياضية والسياسية ورجال الأعمال وغيرهم مع باجي قايد سبسي خلال غداء لمهم الكل. باجي قايد سبسي أيضا زار قبر بورقيبة وكان عنده لقاء مع خولة رشيدي. الحبيب بورقيبة يتربع في وسط مدينة المستير وفي قلوب سكانها، وقد ما حبوه اليوم حبوا يكرموه في شخص الباجي قايد السبسي الوزير الأول السابق اللي أشرف على تظاهرة لقاء الأمل الواحد بتنظيم الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي. وقبل ما تبدأ التظاهرة كانت في استقبال الباجي كل الوجوه المستيرية اللي آمنت بالأفكار البورقيبية من رجال أعمال وشخصيات سياسية ورياضية. حمامية بورقيبية يعني الباجي من قبل خاصة رجال تونس العظماء اللي خدموا تونس في وقت معناتها كان ضعيف الستينيات والخمسينيات وحتى بالفترة، فما ناس خدمت من أجل الوطن، ما خدمش من أجل المصلحة الخاصة. حميمية كبيرة بين الحاضرين في فطور جماعة أفراد عائلة بورقيبة وبعض المناضلين. اللقاء نتاع تون أنا عشنا به سي الباجي قايد السبسي. اللقاء هذا هو باش يجمع كان غالب فئات الشعب التونسي باش يتحدثوا معاه هكا ما نعرف أنا باش يتحدث معهم في نطاق توحيد الأمة ومسكها تماسكها مع بعضها بعض باش نواصلوا المسيرة اللي بداها بورقيبة. أولاد الوزراء السابقين في عهد بورقيبة كانوا اليوم حاضرين وبشوفة الباجي كانوا ياسر فرحانين. والله الباجي تبارك الله عليه صحته لاباس، واحنا جايين باش نسمعوا بالاخص الاحزاب الكل تتوحد ونحبوا ناخذوا الباهي في الماضي نتاعنا، وكان ثم خايب ننظروا فيه ونحيوه، وكان ما ثمش خايبه ما نغزروا كنا القدام كنا مع بعضنا. بعد الفطور الباجي واللي معاه كملوا ثنيه وزياره قبل بورقيبه كانت احلى هديه. صحيح جيت لهنا قبل، اما مش كيما جيت وحدي، كيما جيت مع عباد بالحق يحبوه ورحمنا عليه الناس الكل وتفكرناه والحمد لله يا ربي معناها مازال محبوب وان شاء الله يبقى ديما اسمه مرفوع. مشاركة السياح والزائرين الباجي والمناضلين البورقيبيين قراوا الفاتحة على روح بورقيبة. هذاك واجب لأن الحبيب بورقيبة ربنا الكل. لقاء الأمل الواحد كانت انطلاقته قوية، وبعد المستير باش يكمل الثنية لبقية ولايات الجمهورية، والهدف هو اعتراف بتاريخ البلاد والاتفاق على وحدة وطنية. مضموم بهالكيفية هذه حتى لين نعدلوا ونخلقوا الظروف الملائمة للتناوب على الحكم اللي هو شرط أساسي من شروط الديمقراطية. البادرة هذه اللي تحث على توحيد الجهود بين الأطراف السياسية رحب بها عديد الأحزاب. نداء احنا باش نسمعوا سي الباجي باش يقول وناخذوا قرارنا حسب هذا. معناها احنا عندنا حزب مبادرة، سي الباجي عنده مبادرة وطنية باش نشوفوا شنو التوجهات، وإن شاء الله اليوم هو يعلن عليها ويحددها وناخذوا قرارنا حسب ذلك في الكل فيه ما فيه مصلحة تونس. والله احنا قررنا على خاطر التوانسه الكل قررت، مش احنا قررنا، تساترة الكل قرروا باش يكونوا اليوم التحالف. مش اليوم هو بدينا فيه احنا التحالف ديجا بدينا، واحنا كونا 11 حزب انضمينا للوطني التونسي، ومازال عندنا اتفاقيات مع جميع الاحزاب التساترة والجوش كل الاحزاب الكل عندنا اتفاقيات معاهم، وان شاء الله اليوم نكملوا الأحزاب التساترة كل. نداء الوطن يجمع بين السياسة والنضال والفن، وبالطبيعة ما تنجمش تغيب عليه خولة رشيدي اللي رفعت راية البلاد. احنا قمنا بالمبادرة دي وكلمنا سي الباجي وقال لنا رحب بالفكرة هذه. المبادرة نتاع سي الباجي قايد السبسي كانت معناها استهوتني، ريت فيها معناها خروج لتونس من هالشتات نشوفوا فيه، هو لابد من وحدة وطنية.
ان شاء الله يكون معناها حل اللي معناها حل للمشاكل اللي صارت لنا قبل، خاطر في لي زيليكسيون معناها كانت تفرعت برشا احزاب ومنا تومبي دون دي موفي شوا. تجميع قوى التونسيين جميعا بدون اي استثناء في سبيل بناء تونس الحاضر والمستقبل على اسس واضحه تحقيقا لاهداف الثوره. لقاء الوفاء لول هو بادره باش تلم الاحزاب المدعوه الكل في حزب وسطي